انا جاي اقول لك ازاي نقضي على الجوع تماما من اول يوم في الدايت، وازاي نقضي على الهبوط تماما من اول يوم في الدايت. لو انت مصدق طبعا الكلام دوت فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. الصراحه اتمنى ان انت تسمعني في الفيديو ده وتكون مركز معايا جدا، لان انا جاي اكسر كل الافكار اللي من النوع دي وجاي اهاجمك تماما تماما تماما. اول حاجه، وانا بعمل الفيديو ده فكرت في حاجه واحده بس، ان وي هاف تو نورماليز الجوع والهبوط. لازم نتعامل معاهم كانهم حاجات عاديه جدا، مش اشباح بتهاجمك طول الوقت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اولا انت بتجوع في الايام العاديه اللي انت مش عامل فيها دايت، وبتهبط في الايام العاديه اللي انت مش عامل فيها دايت، فانت مش كويس يا واد. ما انت بتاكل عصير ومولتو وبعدها تروح تفطر وبعدها بتهبط وبعدها بتجوع وبتبقى ماشي مصدع في الشارع. دي حاجات طبيعيه جدا، دي مشاعر طبيعيه ان هي تهاجمك وان هي تكون موجوده عندك، فاساسا هي بتجيلك من غير الدايت. اشمعنى لما بتيجي تعمل دايت بقى انت عاوز نقضي على دوت وتيجي تقول لي اصل انا جوعت بقى ده انا هبطت رحت لا يا حبيبي ما تلخبطش. ولما تهبط ما تروحش تاكل لي سكريات، ولما تجوع تهدى وتجمد وتمسك نفسك وتبقى فاهم اللعبه عامل ازاي. فده اللي هجي اقول لك النهارده. اتمنى تركز معايا عشان الصراحه انا جاي اقول لك ازاي تقضي على الجوع وازاي تقضي على الهبوط بجد. بص ركز معايا عشان هقول لك ازاي تتعامل معاهم مش نقضي عليهم. ازاي نتعامل معاهم في اليوم العادي بتاعك؟ بتفطر حاجه سهله بسيطه. انا بسمع الجمله دي فهي مش حاجه سهله بسيطه. تفطر مثلا باتيه وعصير، وبعدها لما تروح شغلك او شغلك تروح واكل وجبه كبيره شويه. طبيعي لما نعمل دايت احنا مش هنديك الوجبه الاولى وهنديك الفطار بس، فطبيعي انك في الوقت دوت هتهبط اكتر، لان دايما جسمك كان متعود على ان مستوى السكر عنده عالي، فدلوقتي انت ما خدتش فهبطت. عادي خالص، اهدى، مش هيحصل لك اي حاجه، ده مش شبح. احنا بنصوم في رمضان، والمسيحيين بيصوموا صيام الانقطاعي وبيفطروا الساعه 4 العصر عادي، فده طبيعي بنقدر نستحمله. ده عندنا اوبشن كده اسمه السرفايفنج، النجاه. فلو انت حتى مهبط دلوقتي ده امر طبيعي تماما. ولو انت جعان ما بقتش بتعيط لما بتبقى جعان. الاطفال، مش الاطفال حتى البيبيز هم اللي بيعيطوا لما يبقوا جعانين. انت كبرت الحمد لله، فكلمني كده ايه كواحد ناضج عاقل عشان اقول لك احنا هنعمل ازاي بالظبط. فالاول انت زي ما قلنا انت كلت وجبتك وانت دلوقتي جعان. الكومفورت زون بتاعتك اللي احنا جايين نطلعك براها انك في الوقت دوت ممكن تروح جاي واكل بسكوته او واكل شوكولاتايه، او انا مهبط فخدت شاي بلبن بحب معاه بس بسكوته واحده يا دكتور. مش هديها لك. ليه مش هديها لك؟ لان بص هي اللعبه عامله ازاي. لو فهمت اللعبه هتعرف تلعب. عيل صغير بيبدا يعيط عشان اللعبه، عاوز لعبه، عاوزك تشتري له لعبه، وانت ابوه. لو انت كل مره اشتريت له اللعبه ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يعيط، صح؟ بس هو مش هيفضل يعيط بس، ده انت فلوسك هتخلص كمان، فانت هتقعد تشتري في العاب عشان ترضيه. فانت دلوقتي وانت بتشوفني عارف ان الاجابه الحقيقيه ان ما ينفعش تديله اللعبه لما يعيط، لانه هيقرفك، هيمسكها لك كل شويه هيعيط عشان حاجه. هل ينفع لو عيط تديله اللعبه؟ لا، يبقى انت جعت وهبطت، ما ينفعش تاخد اللعبه بتاعتك دلوقتي. طيب بنعمل ايه؟ بنربي الواد ده، نقول له ما انت احنا مش دلوقتي يا حبيبي مش هنجيب لك لعبه دلوقتي، احنا المفروض تعمل الهوم ورك بتاعك وتبدا تدادي فيه. هل ده حل الموضوع؟ لا، هيفضل يعيط، ده عيل صغير. فهي نفس الفكره، ان انت جوه الدايت هتفضل جعان لسه، لانك لسه ما اتعلمتش الميكانيزم. جسمك ما فهمش طريقه العمل الجديده اللي انت جاي بتقول له انا مش هديك طاقه سهله دلوقتي، مش هديك سكر، ده انت عندك دهون كسرها وخد منها الطاقه. هي دي اللعبه. سيبه يهدى ويجوع ويصرخ احيانا وهياخد الطاقه من الدهون اللي عنده. افضل فاكر، ما احنا بنصوم في رمضان 16 18 ساعه واللعبه بتعدي وبتبقى مهبط وجعان، ما بيحصلش اي حاجه. انا هقول لك دلوقتي الهبوط اللي هو المرضي يعني بيبقى شكله عامل ازاي، بس ما بيحصلش حاجه، بنبقى مهبطين واليوم بيعدي وبتلاقي نفسك على فكره جوعك قل بعدها بفتره. فاذا الولد الصغير دوت اللي هو عيط عشان اللعبه، المهم ان احنا نتعامل معاه كويس ونربيه ونبدا نتكلم معاه، ودي الطريقه الصعبه، لان دايما الصح هو الطريق الصعب. فده اللي احنا برضو هنعمله في الدايت. انت هتسيب جسمك يحافظ على مستوى السكر قليل، لانك ما ينفعش تعليه. هو انت لو عليته يبقى عملنا ايه؟ ما ينفعش تيجي تقول ده هي بسكوته، ما هي يا ابني البسكوته دي اللي فضلت انت بتلف نفس الدايره. فانا جاي المره دي اقول لك ما تلفهاش. نرجع تاني لنقطه انك لما بتربي عيل صغير ده الطريق الصعب، انت بتعلمه بالطريقه. لو انت عايز تريح دماغك فايه اللي هيحصل؟ الواد ده هيطلع بايظ. فلو انت عايز تريح دماغك وتدي حته بسكوته الدايت بتاعك باظ. هي بالظبط يعني، انا قعدت افكر عشان اقرب لك الصوره، فهي ده بالظبط اللي هيحصل. ففي الاخر انت هتسيب الولد دوت وهتسيب جسمك يبدا يفهم اللعبه، ان هو عنده طاقه كويسه، ان هو كمان 3 4 ساعات المفروض ياكل، مش دلوقتي، مش اول ما يبقى عاوز ياكل هجري انا مهبط. انت مش وحش. الجوع والهبوط دي اعراض جانبيه طبيعيه تماما لرحله الدايت بتاعتك. كاي علاج في اعراض جانبيه واحنا مش دورنا ان احنا نمنعها، انت لازم تتاقلم عليها وتبدا تتعامل معاها بصوره افضل. زي ما قلت لك قبل كده ان عشان الجوع يقل شويه بنزود الياف شويه، بنزود بروتين شويه، بيزود دهون صحيه. والهبوط جسمك لما يبقى بيتعود ان هو بياكل في عدد ساعات منتظمه اكتر، الهبوط ده هيقل خالص. لو انت عندك مقاومه انسولين فانت مهبط دلوقتي عشان جسمك بيتعالج دلوقتي، فارجوك سيبه يتعالج. بص
انا عارف ان الملعب صعب وان الخناقه صعبه، بس لازم تغير طريقه لعبك عشان تكسب مره واحده، لانك لو فضلت تلعبها كل مره بنفس الطريقه انت عارف ان انت مش هتنجح. مش هينفع تدي الولد الصغير دوت اللعبه بتاعته كل ما يعيط. ولذلك يا صديقي انا جاي بقول لك ان ينفع والله تنتصر، وان بدايه المكسب انك تكون مؤمن تماما ان العلم هينقذك مش هيسيبك. ولازم تبقى مؤمن تماما من جواك انك هتعرف تنتصر على الجوع وعلى الهبوط، لانهم مش وحوش زي ما انت متخيلهم، انت بس خايف منهم دلوقتي، بس دي حاجات طبيعيه تماما، وهتبدا مع الوقت تعرف تبقى افضل تماما منهم، وهم هيقلوا خالص 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 خالص، وانت هتعدي وهتبقى اول مره هتعمل دايت بحقيقي وانت فاهم نفسك وانت فاهم جسمك وفاهم تتعامل ازاي. في الاخر انا معاك، انا قلت لك انا مش بس دكتور دايت، انا محمد عصام صاحبك في الرحله.